يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وهذا مطلب الشفاء بتوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حمد مسلمنا وداعي ومنزل الشفاء والدواء محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء ما احتاجت الأسقام لسفاري هذا علمي أمز أوجاعي مبتغيا عونا المجيب داعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني قد أراني مقتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا
مكان الضاء ولا تعاملنا بالابتداء وأنزل منا مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين وعاجلا ثم بهم خوفا وحزنا آجلا ولا توافزهم بكفر ذنبهم ونجهم وعافهم والتقهم ولا توافزهم بكفر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لدخل يصدر قلوبهم ليست تميل أبدا قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك معنا إلى غدا لكنما تلصص الجوارح أقدام لأخبث القبائح فلا توافزهم بما لا ينقصك ولا بالذي لا ينقصك يا مخلب القلوب خلي قلوبنا عن الغيب يا مخلب ونجنا من شر كل مجرم ولا جميع المسلمين الطرا لنا أخلافا فضرا ويا جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم في الهدى واجعل جميع المسلمين في التقى والمسلمات بازدياد التقى واجعل جميع العلماء العاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين الزاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصحين واجعل جميع الناصحين الصادقين واجعل جميع الصادقين فائزين واغننا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة ويا مغالب للمسلمين أبدا ورحمة وجعلهم فينا هدى وخيرا وكفهم مما أضر وديرا وأخرنا بحبهم لوجهها وأغرهم بحبنا فنسلكا واجعل جميع الإخوة والنصب في رحمة يوم ازدداد نسبي واجعل لنا هنا وأنا قضى زاغدة تفضلا فنرضى وهب لنا مكارم الأخلاق لا تعب من براسقاق لنا مكارم الأخلاق
صغيرنا يوقر الكبير ولا الكبيرنا يعين الصغير واجعل قلوبنا على التعادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تقاتل ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين قاسطين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفرنا وعافنا بعافية تكن في الدارين خير عافية وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا خذنا الختام عند الممات وعدا يوم القيام بجاه خير من سبى الأمراض وهب المرحوب والأغراض محمد طبيبنا الأمام المبرئ الأمراض والأسقام وسلم عليه ثم سلما وآل مع الثقاب الكرماء ما أبلغ المرغول بالدعاء وموفي المريض بالشفاء ولنازم أيضا زاده الله شفاء وفيدا يا من يرى مدم في طائف ولا تفارق مطلب شفائي ودم علي في المساء والصباح وأخلص تنال شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما صفى ربنا